حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك يا حلو يا حلو يا حلو صبح. صباح الخير على عيونكم، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. انا جايلكم النهاردة بروتين جديد ليوم جديد. لو انتوا بتشوفيني لأول مرة حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة ونصلي ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. خلاص بقى العيد خلص، كل سنة وانتوا طيبين. هنا طبعا في ناس بتسأل بتقول يعني احنا بعد العيد بنبقى منتخين كده وكسلانين ومش عارفين نقوم نعمل ايه. لا تعالي بقى النهارده يا حبيبتي هوريكي احنا هنعمل ايه بالظبط، وهوريك انا شقلبت الشقة وقمت واتنشطت، وهتقومي معايا دلوقتي تتنشطي وتعملي زي ما انا بعمل بالظبط. خلاص هنا طبعا قمت بقى فتحت الدنيا بس ما كنتش وريكم يعني. وبعدين دخلت بقى هنا على المطبخ، عملت كوبايه قهوه تظبط لي دماغي شويه، وعملت شاي على لبن وحشني بصراحه شهر بحاله ولا بنشرب شاي على لبن ولا حاجه. فانا قلت خلاص بقى انا عايزه اعيد اللي فات ونرجع لايام زمان، قول للزمان نرجع يا زمان. وهنا قلت اعمل بقى شاي على لبن والقرص والكحك اللي انا كنت عاملاه معاكم. بدأت بقى هنا ايه افطر، ودخلت على المطبخ اغسل المواعين بتاع الفطار وكده، وقلت وانضف الحوض وكله عشان هنشوف هنكمل هنعمل ايه. اوعي تطلعي من الفيديو عشان هتصبري بس هتشوفي معايا هنعمل ايه، واوعي تجري اتفرجي حتى لو دقيقتين او 3 دقايق الاولانيين وبعد كده خلاص. هنا طبعا كنت غسلت بقى الكوبايات والحاجه بتاعه الفطار، وبدات هنا بقى ايه اغسل الرخامه. قلت يعني كان عليها حاجات كده كنت بقطع لحمه وحاجات عليها، فانا ايه من ورا الكاميرا يعني وكده، فانا قلت اغسلها بقى وتبقى زي الفل. وهنا طبعا كنت غسلت الفرخه زي ما انتم شايفين كده، ونقعتها في ملح وليمون ودقيق. الدقيق يا جماعه بيمنع الزفره خالص عن الليمون كمان، وانا بغسلها اصلا غسيل جميل يعني نضيف. صليتي بينا على النبي، قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. شلت بقى الحاجه اللي هي بتاعت البرطمانات، وقلت اغسل ايه من حوالينها كده بالبريل وحبيت كلور بساط، وقمت ماسكه حته بمبلوله ومنشفه، ورجعت ايه حطيت كل حاجه مكانها. بدات بقى هنا ارص كل حاجه في مكانها، يعني اعملي ورصي على طول. انا عايزه اشوف بقى انتي بتعملي معايا كده ولا انتي قاعده مش عايزين نتفرج بقى. لو انتي بتشوفيني بالنهار خلاص قومي بقى اعملي، لو يعني لو بتشوفيني بالليل خليه روتين مسائي واشتغلي بالليل. هنا طبعا طلعت بقى بتاع السرير الكبير المخدات والخداديات والبطانية، قلت هواها شوية، وبدأت هنا ايه امسك السجاد اكنسه. بطلع بقى اللي هي الحاجات اللي بتبقى فيه دي، المقشة بحس انها بتطلع لي الحاجات اللي بتبقى متحشرة في السجاد عن المكنسة. بما اني بقى هنا بقول لكم هعينه بقى يعني، قلت بدل ما اطلعه البلكونه وانفضه لا، قلت هكنسه وكنسته بالمكنسه ورجعت لميته بقى عشان ايه هعينه وهشقلب بقى الشقه هتشوفوا دلوقتي. بصوا والله العظيم انا قردة والله قردة يعني بصراحه. هنا كنت بقول لكم طلعت من دور التعب، بدأت بقى ايه اتشقلب في الشقه، بدأت اشيل حاجة حاجة كده وبالراحة. والله تعبت بس حسيت ان انا ارتحت، لان طبعا السجاد ده بقى اولادي بيهرسوا كده وداخلين طالعين وبياكلوا ويعملوا هم محافظين، بس انا بقى موسوسة يعني. الله يكفيكوا شر الانسان لما يكون موسوس من ناحية النظافة بالذات. هنا طبعا بدأت بقى انفض الشيلة بعد ما شلت السجاد وكله، قلت بقى خلاص يلا لمع بقى الكنبتين دول ونفض ايه وارتب، وبعدين ولمع، وبعدين ابتدي بقى ايه اشوف هعمل ايه في الشقة. صليتي بينا على النبي، قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هو ده روتين بقى نقول تقيل شوية، بس يعني مش تقيل لدرجة يعني مش زي بتاع العيد، بس حلو يعني بالنسبة لروتينات العيد، ده روتين خفيف يعني.
هنا بدأت بقى اشيل وانفض، بما اني ايام العيد دي كلها زي ما انا كنت قايله لكم انا كنت تعبانه، فكنت بعمل تنظيفات على السريع وخفيفه كده، وكانوا ولادي اللي بيعملوا. فانا هنا قلت بقى خلاص ابتدي اشيل واحط واشوف كل حاجه إيه نضيفه او مش نضيفه، انضف بقى بالمره بما انها تنظيفه بقى، وهحط سجاد وكده وهمسح. فانا قلت انضف تنظيفه على السريع برضه، امرر يعني القماشه اللي بتبقى معايا دي على الحاجه كلها. هنا حتى على البراويز وكله بدأت ألمع وكراسي واظبط وكله، يعني كل حاجة بعمل فيها. هنا كنت لميت بقى السجاد كله، ما عادش الا سجادة السفرة دي بقى اللي متعبة. ببتدي اشيل بقى الازازة واشيل الترابيزة وكده واكركب الدنيا. انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي، بس اوعي نفسك تتصد، انا عايزاكي تتشجعي وتقومي بقى لو سجادك من يوم العيد لسه ما روقتيش، قومي بقى كده خدي تنظيفة حلوة ورتبي وظبطي دنيتك كده عشان تحسي براحة نفسية بقى. نكمل بقية الايام اللي جاية ديت ان شقتنا تبقى زي الفل. هنا طبعا بدأت بقى الشاشة برضه ألمعها. هنا عندي النمل بقى يا جماعة مبهدل لي الدنيا، بدأ بقى الجو يحرر فبدأ النمل يظهر. فأنا عندي ده المحلول ده أنا شارياه، فبحطه في المية أمسح بقى البتاع ده الأرض بيه. هنا بنتي بقى كانت بتشيل لي المفارش، قلت أشيلها بقى أغسلها وكده وابتدي بقى أشيل برضه مفرش السفرة وكله وأحط بقى مفارش تانية وكده. هتقولي لي ليه بقى اسيب الدنيا؟ لا، ما هقولك برضو ما انا حاجتي جميله وبحطها برضو بتبقى زي الفل، بس انا قلت انا عايزه احافظ، يعني مش عايزه بقى اكركب واعمل واسيب الحاجه مده طويله وكده وتتبهدل. لا، في حاجات عندي هتستحمل البهدله، انا بحب افرح بالحاجه كده يعني في زهوة. بدات هنا اشد بقى كنب الانتريه زي ما انتم شايفين، وبدات اجيب من وراه برضو بالشرشوبه كده امرر بقى المحلول اللي هو بتاع النمل ده حوالين بقى الشقه كلها عشان لما افرد السجاد ما الاقيش بقى نملايه ولا الاقي اي حاجه. اصل انا بصوا ما بفضل جسمي ده يكني لو شفت نملايه بس ما مشتش عليا، بس ساعه ما اشوفها بيجيلي هرش كده. هنا كنت خلاص روقت بقى السراير وخليت الدنيا زي الفل وشلت ومسحت ورتبت. ما رضيتش بقى اوريكم خطوه خطوه، قلت يعني هوريكم على السريع كده انا عملت وكنت نشرت وكده وقفلت الدنيا. هنا شايفين المنظر بقى زي الفل، يعني رتبي بقى كده وعايزاكي تقومي تعملي معايا كده، اسمعيني وانتي بتعملي، يعني نسمع، يعني اسمعيني انا بتكلم وبقول بنعمل وانتي بتدي رتبي واعملي. هنا بقى خلصت وكنت عملت لنفسي بقى شاي اللي هو الاخضر ده عن وينسون. ودخلت بقى على المطبخ هنا، قلت بقى اخش اشوف هنعمل الاكل طبعا كانت الفرخه بقى اتنقعت وكله، وبدات اشطفها واحط لها بقى ميه نظيفه واحط لها حبه خل بساط على ما ابتدي احط حته سمنه في الحله زي ما انت شايفه. انا بحب اشوحها وبعدين احط الميه فوقها، يعني في ناس بتغلي الميه وكده بتبقى جميله، بس انا هنا مزاجي ان انا اشوحها الاول، باخدها تشويحه جميله كده واحط ميه نظيفه بقى الاخر فيها، يعني احط لها ميتها بقى فيها. خلاص هنا ببتدي بقى اشطفها شطفه حلوه، والله وانا ما هوريكم دلوقتي ان انا كنت حتى غسلاها من جوه غسيل زي الفل، ما بسيبش فيها دم. في ناس بتسيب فيها حتت وكده، انا ما بسيبش فيها اي حاجه. انا اساسا لازم الفراخ تبقى عندي فله كده عشان ما تبقى احسش بزفارتها. وابتدي بقى هنا اخدها بقى تشويحه حلوه على النار، واحط لها فصين حبهان وورق لورا وبصله، وتبتدي بقى تسيبها بقى تتشوح. لما تاخد تشويحه حلوه تقومي جايه حاطه بقى الميه بتاعتها وغطيها وسيبيها بقى. لو الفرخه ما بتاخدش سوا حط لها ملح في الاول على اساس ان هي تاخد معاكي سوا شويه، لكن الفرخه دي هتاخد سوا انا عارفه، يعني خدت لها يجي ساعه ونص كده وكانت زي العسل بصراحه. صليتي بنا على النبي، اقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اوعي تكوني منزلتيش حطيتي لي لايك واكتبي لي كومنت حلو يشجعني ان انا انزل لك بفيديوهات، وقولي لي لو فيديوهاتي بتعجبك وعايزاه روتينات وكده. انا مش عارفه، انا بصراحه انا ناجحه في الروتينات ولا الاكل، انا مش عارفه بصراحه معاكم. يعني ساعات انزل فيديوهات الروتينات بتجيب لي مشاهدات عاليه، وساعات بتجيب لي مشاهدات مش كتير، وساعات الاكل يجيب لي عالي وساعات ما يجيبش كتير. مش عارفه العيب في ايه بقى، ايه اللي بيعجبكم بصراحه. هنا كنت عندي بقى توم مفرزاه، خدت بقى مكعب حلو منه كده، حطيت حته في قلب الشوربه بتاعه الملوخيه
طريه كده. وخدت بقى الباقي مع حبه كزبره، معلقه كزبره ناشفه، نص معلقه فلفل اسود، معلقتين سمنه حلوين، ونزلت خدتهم على النار بقى. دي بقى التقليه. لكن التوم التاني انا حاطاه في حته صغيره كده، قيمه معلقه صغيره مع الملوخيه وهي بتغلي. الملوخيه دي يا جماعه انا مفرزاها، فبحطها يعني شايفين لونها جميل وما بيغيرش. بس انا هبقى اعملها معاكم يعني ما الملوخيه تكتر وكده واجي افرزها، هوريكم الطريقه اللي تخليك تفضل خضره وجميله كده. طبعا لما بتبتدي التومه تغير لونها شويه، مش تسمر او تغمق، تقومي طشه بيها الملوخيه كده، وترجعي تحطي في الصينيه اللي انت كنت بتقلي فيها، وترجعي تاني. فلو وصلتي معايا لهنا هقولك حطي لايك للفيديو واشتركي في القناه لو انت مش مشتركه. شوفي انا بوريكي ان تقلها جميل، واللي كنت قاليه فلفل حراق بقى تحفه. واشوفكم في فيديو جديد، مع الف مليون سلامه.